ازيكم اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير وبالف صحه. جايبالكم النهارده طريقه عمل المشبك في البيت. المشبك في البيت طريقته سهله وبسيطه، مش بيحتاج مكونات كتير ولا حاجه. هي عباره عن عجينه طريه خفيفه قوي. انتوا شايفين وانا بقطعه شكله عامل ازاي معانا؟ خفيف جدا وحلو وسهل في عمايله. انتوا بتجيبوا الدقيق، 3 كوبايات دقيق، قصادهم 3 كوبايات من الميه، ورشة ملح خفيفة قوي. وتبقوا قبلها عاملين الخميرة، ربع كوباية مية دافية على باكو خميرة، ومعلقتين سكر، وتسيبيهم لما تحس ان الخميرة ادت نتيجة معانا كده، نيجي ضايفينها على الخليط ونقلب تقليبة كويسة جدا. وبعد ما نقلبه هنسيبه يخمر فترة، يعني حوالي 5 6 ساعات. يعني في الجو ده ممكن نحتاج وقت اطول كمان، عشان جو شتاء فممكن يحتاج وقت اطول. انا سبته اديته تقليبه. لازم نقلبه كويس جدا يا جماعه، علشان ما يبقاش جواه تكتلات، تبقى العجينه زي ما انتوا شايفينها كده سايبه معانا. هنسيبه بقى يخمر شويه، وبعد كده هنحضر كيس حلواني نحط فيه الخليط، ونقدح الزيت كده زي ما انتوا شايفين، ونعمل قرص، اللي هو القرص اللي احنا معتادين عليه، اللي هو المشبك بالشكل ده، بشكل عشوائي. وهنهديله النار قوي، وهنسيبه لغاية ما نحس ان هو بقى لونه ذهبي. هنبتدي نطلعه. طبعا قبلها نبقى محضرين العسل بتاعه. العسل عبارة عن كوبايتين من السكر، على كوبايتين ونص مية. عسل عادي جدا اللي احنا بنعمل بيه اللي هو الشربات ده. وبعد كده هنسقيه الشربات بتاعه بعد ما يبرد، علشان ما يبقاش طري. وزي ما قلتلكوا لازم نهدي النار، احنا عايزينه يبقى القرص معانا ناشف، ما يبقاش ملهوف بالنار وهو لسه طري. هو طالع جميل جدا والله، وانا عايزاكم تجربوا الفكرة دي. حاجة بسيطة جدا مش مكلفة، وهتفرح ولادكم. انا عملت الكمية كلها وطلع جميلة. طبعا اللي ده قطع من اللي هو المشبك الاولاني، انا بحاول اطلعه، كان لازق في الطاسة فلازم نطلعه. يا ريت لو كان الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا اشتراك للقناة لو كانت عجبتكم. واشوفكم على خير ان شاء الله. انا دلوقتي بسقي الشربات زي ما انتوا شايفين كده، هو طالع جميل جدا. اتمنى تدعموني وتشتركوا في قناتي وتعجبوا بالفيديو لو كان عجبكم. واشوفكم على خير بفيديو جديد ان شاء الله.